ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده لانكشاير. تمام. هنا دي نص كوبايه زبده بدرجه حراره الغرفه ونص كوبايه سكر، بنضربهم مع بعض لحد ما تكون كريميه خالص او مرهميه زي ما بنقول. تمام. هنضربهم كويس. هنا انا كنت بس بشيل الجناب زي ما انتم شايفين كده عشان تبقى مرهميه بس. وهنا بعد بقى ما ضربناها نزلنا عليها بيضه، بتكون اهم حاجه يا جماعه بدرجه حراره الغرفه. تمام. وهنضربها برضو ضرب كويس، وبيض يعني فانيليا، دي حاجة ما فيش خلاف عليها. اهو هضربها ضرب كويس. تمام اهوت. بعد كده هننزل بقى بايه؟ بنص كوباية نشا. تمام. هو انا المعيار اللي كان معايا كان ربع، فانا حطيت منه ايه معيارين. تمام. اهو ده كان ربع، حطيت مرة وعيرت التانية وحطيت. تمام. وهنضرب بالراحة خالص. لما بنحط المقدار ده بنبتدي نضرب بالراحة خالص يا جماعة، ما تعلوش المضرب. تمام. هننزل على المقدار ده بايه؟ بكوبايه دقيق، بس تكون هرميه يا جماعه، تكون هرميه، تكون كوبايه كده مليانه، لان انا هرجع ازود كمان حبه. وهنا بيكون في معلقه بيكنج باودر صغيره، مش معلقه، احنا بنحط ربع معلقه بيكنج باودر صغيره. تمام. انا هنا خلاص كنت قلبت الخليط اهو بالمضرب. هي مش بنعجن، احنا بنقلب بايدينا بقى بعد كده اهو زي ما انتم ما شايفين كده. بنقلب العجينه بقى بايدينا. احنا هنا احتجت ان انا زودت شوية دقيق، حاجة ايه يعني، مثلا ممكن نقول معلقة دقيق صغيرة بس، لان كانت العجينة طرية شوية في ايدي. تمام. انتوا زي ما انتوا شايفين انا بقلب مش بعجن، انا بقلب يا جماعة مش بعجن. البسكوتات والحاجات المعجنات دي مش بتتعجن، بسكوتات مش بتتعجن، بنقلب اهو زي ما انتم ما شايفين بنقلب بس. هنا كنت هجيب اهي معلقة الدقيق اللي انا بقول لكم عليها، بصوا هي معلقه دقيق بس. وبعديها ظبطت العجينه وكان بسم الله ما شاء الله جميله. تمام. على فكره هو مكوناته سهله جدا، هو بيتقال عليه بسكوت النشا. تمام. او اللانكشاير زي ما انتم عارفين. بس خلاص انا هنا كنت اهو بلم العجينه، بسم الله الله اكبر، كانت جميله. انا هنا كده كنت خلصت بقى بايديا. صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتفتح لنا بها أبواب الفرج، فرجا لا تضيق بعدها أبدا. طب احنا ازاي يا جماعة بنعرف ان العجينة دلوقتي كويسة؟ بناخدها بإيدينا كده، بنكورها، بنضغط عليها. بصوا مش هتبقى مشققة زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، مش مشققة، مظبوطة، ما فيهاش غلطة. تمام. طب يا جماعة احنا برضو لو احنا العجينة معانا مشققة بنعمل ايه؟ بنزود معلقة زبدة. تمام. ولو الجو المطبخ عندك حر ما تحطهاش في الحر عشان ما تلاقيهاش فصلت. تمام. لازم تبقي بتكوريها في مكان ما يكونش ايه الجو فيه حر قوي. او زي ما انتم شايفين كده هوريكم طريقه التكوير بتاعتها. انت بتعملي حجمها، هي المفروض حجمها على الميزان 6 جرام. تمام. طب لو مش ما عندكيش ميزان، انت ممكن تعملي بايديكي قد حجم البليه. هو انا كده كنت بوريكم تاني ان هو ما شققش اهوت. تمام. وعملت انا هوريكي دلوقتي اهو الطريقه تاني. و بصوا هاخد كوره صغنونه خالص وهكورها قدامكم اهو. عايزه اقول لك لو لقيتيها برضو بتشقق منك ممكن تضغطي عليها شويه في التكوير، يعني وانتي بتحركيها بايديك كده تضغطي عليها شويه هتطلع مظبوطه، وهتطلع الكوره مش مشققه وهتبقى مخدومه منك. طب هي بتخش على فرن درجه حرارته كام؟ بتخش على فرن درجه حرارته 180. تمام. تحطيه على الرف اللي في النص وما بتشغليش مروحه، لو شغلتي مروحه هيشقق منك. تمام. هتشقق منك لو شغلتي المروحه. لو عليتي الفرن، لازم الفرن يكون سخن على درجه الحراره 180، ما تعليهوش عن كده تسخنيه بسرعه وتحطي فيه الصاج. تمام. دي احسن طريقه. انا برضو هوريكم كمان مره اهوت احنا بنكورها ازاي اهو. بس بقى وانا رحت كملت الباقي، خلصت كله وهوريكم دلوقتي الصاج. بسم الله ما شاء الله، يعني هي عملت معايا صاج، كانت ما شاء الله جميله جميله وطريه كده وحلو. او زي ما انتم شايفين ده الصاج اهو. ده بقى بعد ما استوى، اصبروا يا جماعه لما ينشف بصوا بيطلع ابيض قريب قوي شبه الغريبه. تمام. بس ده بسكوت مش غريبه. او شايفين القعر بتاعه درجته، بصوا شايفين حكايه اهو. ده بعد ما زيناه، ولازم ان شاء الله تجربوه، طريقته هتعجبكم ان شاء الله. هستنى تعليقاتكم وارائكم. لو ما عملتيش اشتراك اعملي اشتراك في القناه.